السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده احنا هنتكلم على الديف، يعني او الديفيجن. تمام، اللي هو واحد من اهم العناصر اللي انت هتستخدمها في تصميمك طول ما انت بتستخدم HTML. تمام، ولو انت فتحت اي موقع هتلاقي مليان بالديفات. تمام كده، يعني انت مثلا لو فتحت اي موقع ايا كان ايه الموقع، يعني مثلا يا عم تعالى ده كده ده موقع مثلا، او ده كده موقع. لو احنا مثلا رحنا على الانسبكت، تمام، هتلاقي ان هم مستخدمين ديفات كتير جدا. يعني انت لو واقف هنا كده ده ديف، تمام، وهنا ده ديف، وهنا ده ديف، وده ديف، وهكذا. تمام، فكميه ديفات، وكل ما تفتح ديف هتلاقي جواه ديف، هتلاقي جواه ديف، هتلاقي جواه ديف. ففي كميه ديفات كتير جدا. تمام تمام. طيب احنا بنستخدم الديف ده في ايه بقى؟ بنستخدمه عشان خاطر يبقى هو الكونتينر بتاعنا، او زي ما احنا بنقول ايه، اللي هو الحاويه بتاعتنا، او الاب بتاع العناصر بتاعتنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت عندك عنصر مثلا زي كده، ده ما ينفعش تسيبه كده في الهواء الطاير كده في الموقع بتاعك كده، ده ما ينفعش. يعني انت ما ينفعش تسيبه كده. تمام، لازم تحطه مثلا جوه باراجراف او جوه H1 مثلا. يعني المكان الصحيح بتاعه انك انت تحطه جوه ايه، جوه باراجراف كده. تمام، وتحط ايه النص بتاعك ايا كان ايه هو النص. تمام كده، تمام. طيب ماشي، لكن انك انت مثلا عايز انك انت مثلا تحط عناصر كتير، هل ينفع تحط عناصر كتير مثلا وليكن لينك مع باراجراف مع H1 مع الكلام ده كله؟ هل ينفع تحطهم جوه H1 او H2 او الباراجراف او الكلام ده كله؟ لا، ما ينفعش. يبقى احنا هنا بنحطهم جوه div. تمام كده، تمام. طيب ازاي برضو؟ يعني مثلا، يعني تخيل معايا لو انا مثلا عندي H3 مثلا، تمام، H اهوت او H1 يا عم، تمام كده، H1 وفي مثلا كلمة ويلكم، تمام، زي كده مثلا، وفي مثلا ايه باراجراف وليكن مثلا في كلمة مثلا ايه هيلو مثلا. تمام كده، تمام. تعال نشوف كده اهم ويلكم وهيلو. ويلكم وهيلو ده هم انا عايز الونهم باللون الاحمر مثلا. تمام، بس ما تركزش معايا خالص، ما تركزش خالص في اللي انا هعمله دلوقتي يعني ايه، يعني انا بس هوريك، بس انت ما تركزش خالص في السي اس اس اللي انا هكتبه. تمام كده، تمام. هنيجي مثلا نقف كده اهوت عند ال H1 كده اهوت، تمام، وهنروح هنا ونخلي مثلا الباك جراوند كولر بتاعته مثلا ايه، باك جراوند كولر، تمام، وليكن باللون الريد. تمام كده، تمام. هتلاحظ معايا ان هو اللون بقى ايه، بقى باللون اللي هو الريد. تمام كده، تمام. تعالى بقى نغير اللون بتاع الباراجراف، نفس الكلام، هتاخد مثلا الباك جراوند كولر مثلا وتخليها مثلا بلو، اي حاجه. تمام كده، ده للتوضيح بس. هتلاحظ معايا ايه؟ هتلاحظ معايا ان او خلي مثلا برضه الباراجراف باللون مثلا اللي هو الريد عشان يبقى الاثنين شبه بعض. هتلاحظ معايا ان الاثنين بقوا لونهم ايه، بقوا لونهم ريد، ولكن في مسافه فاضيه كده بيضاء اهيت ما بين الاثنين. دي معناها ايه بقى؟ دي معناها ان الاثنين ده هم، يعني ده ما ينفعش يبقى في التصميم. يعني تخيل انت مثلا عايز تحط العناصر وتبقى مثلا ايه، تحط لهم باك جراوند كلر تبقى لونها مثلا احمر، تمام. هل ده ينفع شكل تصميم؟ لا، اللي ينفع بقى ايه، ان انا احطهم جوه كونتينر او جوه حاويه، بحيث ان انا ادي الكونتينر دهيت هي الباك جراوند عشان خاطر تحتويهم، يبقى ما فيش الفاصل اللي احنا شفناه دهوت، او المنظر اللي مش كويس دهوت. تمام تمام. طب الكلام ده نعمله ازاي بقى؟ قال لك والله تعالى بس كده نعمل ريفريش عشان الكلام ده يروح. قال لك والله الكلام دهوت شيله خالص، خده كنترول اكس، تمام، واعمل لي حاجه اسمها ديف. افتح لي التاج واكتب لي حاجه اسمها ديف، واقفل لي التاج. هتلاقي ايه الفي اس كود المحترم عامل لك ايه الكلوزنج تاج بتاعتها. هتنزل سطر وتحط لي العناصر اللي انت عايزها. تمام كده يا رايق، تمام يا رايق. هتيجي تبص هنا هتلاقيهم برضو نفس الشكل وكل حاجه، ولكن انت لو جيت بصيت بقى عليهم كده اهوت ورحت بصيت هتلاقيهم ايه، هتلاقيهم جوه ديف زي ما انت شايف كده المنظر اهو. هتلاقيهم ايه جوه ديف، الديف هي اللي ماسكاهم. لو انت لاحظ معايا هتلاقي ان البراوزر معلم لك عليهم اهوت، عامل لك هاش عليهم اهوت. لو انت رحت كده مثلا اديت للديف كلها باك جراوند كلر لون ريد، بص كده يا صاحبي هيحصل ايه. الاتنين خدوا باك جراوند كلر ريد، والاتنين مفيش ما بينهم مسافه. فاذا الشكل العام بتاعهم بقى ايه، بقى شكله ابن ناس. تمام كده، تمام، عشان خاطر ان هو ما يبقاش فيه ايه مسافه والشكل يأذي الراجل اللي بيتصفح الموقع. جميل جميل. طيب ماشي.
عايزين كمان إن استخداماتهم في إيه؟ والله مثلًا استخداماتهم ما تركّزش برضه معايا في الCSS ده كلّه أنت هتتعلمه في الCSS أنا بس باوضّح لك الدنيا ماشية إزاي بس. تمام. مثلا انا عايز ايه، انا مثلا عايز ان انا احط كمان والله ده بتاع دوت H1 وده باراجراف، عايز مثلا احط لهم لينك. تعال نطلع نجيب لينك من فوق كده، مثلا اي لينك ايا كان إيه اللينك. اللينك ده جميل اهوت. تعالى هنحطه مثلا ايه، هنحطه جوه هنا كده. تمام. تمام. انا مثلا عايز ده هم يجوا في السنتر، كلهم يجوا في السنتر. هل بقى انا هروح بقى اجيب كل واحد يعني اقول له انت هتيجي في السنتر؟ لا، انا خلاص هقول للاب بتاعهم انت هتجيلي في السنتر، فبالتالي كل العناصر اللي جوه دهيت هتيجي في السنتر. تاني انا بنبه ما تركزش في السي اس اس، ده كله انت هتعلمه في كورس السي اس اس. ما تشغلش دماغك، انا بس بعرفك فكره الديف وفكره الكونتينر بس. تمام. تمام. هتيجي تقف عند الديف كده اهوت وتقول له مثلا وليكن تكست الاين ايه سنتر مثلا. تكست مسحها، تكست الاين ايه سنتر. تمام. لو انت ملاحظ معايا ايه هو عمل ايه، جاب لك كلهم في النص. تمام. بدل ما كل اروح عند مثلا اقول للاتش 1 ده انت التكست الاين سنتر والباراجراف تكست الاين سنتر والاتش والاي انكر او الاي لينك التكست الاين سنتر، لا انا حطيتهم جوه ديف او جوه حاويه جوه اب بتاعهم، واقول للاب هات العناصر كلها في السنتر، فبالتالي عمل لي المنظر ده. تمام كده يا صاحبي. تمام. طيب كده احنا خلصنا الدرس، وده الدرس دوت ما تركزش خالص في السي اس اس، انا بس بفهمك فكره الايه الديف، وده اللي انت هتحتاجها كتير جدا. الديف ديت انت هتحتاجها في الدروس اللي جايه كلها. تمام. تمام. رب يكون الدرس سهل وبسيط وعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.